مباراة كسر الأرقام بين البارسا والريال في كلاسيكو الليغا. الريال هذا الموسم في الليغا لعب 15 ماتش على استاد سانتياغو برنابيو وما خسرش في حتى مباراة، فاز في 13 ماتش وتعادل في 2 مباريات. في الجانب الآخر البارسا ما خسرش حتى ماتش خارج أرضه في الليغا، لعب 15 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 6. الريال قاعد يمر فترة ممتازة بعد تأهله نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام السيتي، ومتصدر الليغا بفارق 8 نقاط، وفي حال انتصاره في الكلاسيكو يعني ضمانه بنسبة كبيرة للقب الليغا. في الجانب الآخر البارسا مطالب بالانتصار ومصالحة جمهوره بعد الخروج المبكر من دور الأبطال أمام البي اس جي، واي نتيجه اخرى غير الفوز يعني ضياع اللقب بنسبه كبيره. اخر 5 ماتشات بين الزوز فرق 3 انتصارات للريال و2 انتصارات للبارسا. ماتش صعيب على الزوز فرق ونتوقعها فوز الريال 2-1 ولا نتيجه تعادل 1-1. وانتم مازال تكتبوا توقعاتكم في كومنتير، وما تنسوش الجيم والابوني باش يوصلكم كل جديد.